السلام عليكم. هل ممكن خطأ فني بسيط يؤدي إلى كارثة بحيث يبقى العيان ده عنده مصيبة أو باثولوجي وتيجي أفلام الإشاعة لنفس المريض وتقول لا المريض ده نورمال أو العكس صحيح؟ للأسف ده ممكن. تعالوا نشوف أهم الكوارث اللي حصلت في أحد مراكز الأشعة من باب لقد كان في قصصهم عبرة. تعالوا نشوف. الكارثة الأولى في أحد مراكز الأشعة، حالة جت ورمت الظرف في وشهم وقالت لهم التقرير غلط، في حاجة غلط في الأشعة. تقرير الأشعة بيقول إن المريض ده عنده مصيبة والأفلام بتقول لأ المريض ده نورمال، نصدق مين فيهم؟ اللي حصل بعد كده إن المركز هدى الحالة وأخد الأفلام والتقرير علشان يراجعهم من على الداتا اللي موجود على الجهاز نفسه. أولا بالنسبة للتقرير، التقرير بيقول ان المريض ده عنده ليجن في الابيكس اوف ذا شيست حجمها تقريبا نص سنتي وتفاصيلها كذا كذا كذا. يبقى التقرير كده تمام. راجعوا افلام الاشعه لقوا ان افلام الاشعه نفس المريض بس الافلام نورمال. ازاي؟ ان بخطأ بسيط جدا ممكن افلام الاشعه ما تنقلش الداتا اللي موجوده على الجهاز بالظبط او الداتا المطلوبه بالظبط. حصل في الحاله دي ان زميلنا بعد ما صور الحاله وكانت مقطعيه على الصدر بالمناسبه وجاي يعمل لها ريكونستراكشن علشان يطبعها، دخل اول حاجه على عدد الصور، قال للجهاز انا عايز 30 صوره بدون ما يبص على حاجتين مهمين جدا في كل فحوصات الاشعه المقطعيه، وهما السلايس سيكنس والانترفال، وان لازم الاتنين دول يبقى قد بعض تقريبا او ان الجاب بينهم تبقى قريبه جدا. لكن اللي حصل في الحاله دي ان كان السلايس سيكنس 8 من 10 ملي مش سنتي، والانترفال 1 سنتي مش 1 ملي، وبالتالي حصلت ويمكن بتحصل للأسف حاجة اسمها ميس داتا. يمكن الفيديو القصير ده هو يوضح أنا عايز أقول إيه بالتفصيل. ده المريض وده فيلم الأشعة. ده لما بقطع حتة صغننة خالص واسيب حتة كبيرة أوي ما اقطعهاش. اللي بقطعها الحتة الصغننة دي للسلايس سيكنس، اللي أنا بسيبها الكبيرة دي خالص دي اللي هي الانترفال. وبيحصل حاجة هنا اسمها ميس داتا. المتبقي ده دي الميس داتا، ودي الصور اللي على تعالوا نوضح تاني. لو انت عندك 10 مربعات على فيلم الإشعة وعايز تملاهم، أفضل طريقة إن انت تملى المربعات دي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لكن في ناس بتملاهم بالطريقة دي اللي هي 1 1 وربع 2 2 ونص 3 3 ونص 4 4 ونص 5 5 ونص. وهنا بيحصل حاجة اسمها ميس داتا لرقم 6 و7 و8 و9 و10، ودي بتحصل لما يكون السلايس سيكنس أقل من الانترفال زي الحالة اللي فاتت دي. وفي ناس بتعد بالطريقة دي 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2، وهنا بيحصل حاجة اسمها اوفرلابنج، ودي محتاجة عدد افلام اكبر وافلام مكررة ملهاش لازمة، ودي بتحصل لما يكون السلايس سيكنس اكبر من الانترفال. الخلاصة ان انت قبل ما تظبط عدد الصور تأكد على العنصرين دول، ان هو السلايس سيكنس بيساوي الانترفال، وان لازم يبقى قد بعضهم تقريبا خاصة في الاكزيال كاتس، او ان الجاب تبقى قريبة بينهم خاصة في الساجيتال والكورونال، وده في 99 تقريبا من حالات الاشعة المقطعية. طب والواحد في المية من الأشعة المقطعية ده إيه؟ ده اللي هو فحص الهاي ريزوليوشن شيست، ده الوحيد اللي بيكون فيه السلايس سيكنس 1 ملي أو 2 ملي وبيكون الانترفال 10 ملي. طب هل هنا احنا خالفنا القاعدة ولا حاجة؟ لا ما خالفناش ولا حاجة. الهاي ريزوليوشن هنا ده فيلم إضافي بيطبع مع اللانج ويندو ومع الميدياستاينم ويندو، اللي هما الاتنين دول فيهم السلايس سيكنس بيساوي الانترفال. الكارثة التانية، مريض عمل مقطعية على الصدر وعنده سوبرفيشيال ليجن في الشيست وول بتاع الصدر، وخد الافلام بدون تقرير وراح للكلينيشن او الطبيب المعالج. الطبيب المعالج اول ما شاف الافلام وما لقيش الليجن او الحاجة اللي عند العيان دي ظاهرة في المقطعية قال له خلاص يبقى نطلب رنين، هو افضل حاجة، وطلب الطبيب المعالج رنين على الصدر. وده بالمناسبة حصل بالفعل، علشان زي ما قلنا السويلنج ده ولا الليجن دي اللي هي السوبرفيشال مش ظاهرة في الافلام. وللاسف زي ما قلنا ان العيان اخذ الافلام بدون تقرير. فين الغلطه هنا؟ الغلطه ان زميلنا اللي طبع الافلام ده جاي في الفيلم بتاع الميدياستاينم ويندو وكبر، عمل زومنج على الصدر والرئتين. طب لو ما في باثولوجي او فايندنج في الليمف نود اللي موجوده تحت الابط ممكن ما تظهرش معانا، والسويلنج ده اللي كان سوبرفيشال مع الزومنج ده برضو في الشيست وول برضو ما ظهرش معانا. انت ممكن تكبر وتعمل زومنج براحتك على الرئتين في فيلم اللانج ويندو، هو حتى اسمه لانج ويندو يبقى على قد الرئتين، لكن فيلم الميدياستاينم ويندو ما تكبرش او تعمل زومنج على الرئتين خالص، وهات الصدر وكل اللي حواليه.
الكارثة الثالثة، مريض عمل مقطعية على عظام الأذن سيتي بيترس بون، والمريض عنده تآكل ومشاكل بعظام الأذن ومش ظاهرة في الأفلام، رغم إن الأفلام مطبوعة بون وسوفت ويندو والسلايس سيكنس قد الانترفال، يعني المفروض إنه كله تمام. أمال إيه المشكلة هنا؟ برضه هنا بتكلم عن مشاكل أفلام الأشعة. المشكلة ان زميلنا ده وهو بيطبع فيلم البون ويندو بيدوس على زرار البون ويندو اوتوماتيك في جهاز الاشعة المقطعية، فيجي البون ويندو الاوتوماتيك بالشكل ده برايتنس ومنور كده ولامع، وبالتالي لو في اي مشاكل ما تظهرش معانا. لكن الصح ان انا افضل اعدل في البون ويندو دي لحد ما اوصل للشكل الجري ده، بحيث لو في تآكل او مشاكل بالعظم ده تظهر معانا. يعني البون ويندو بتاع البيتراس بون ليه درجة معينة وما ينفعش خالص يكون اوتوماتيك. وده بالمناسبة كمان في فحص البارانيزال ساينس سي تي بارانيزال. في القرآن الكريم حاجة اسمها فقه الأولويات، المقالات. وده عبارة عن خطأ صغير بيؤدي إلى كارثة كبيرة. القرآن حذر منه، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دمتم بخير.